السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انت محتار الايام دي؟ محتار بين امرين او شخصين، بتفكر في حاجات كتير جدا، ما بتعرفش تنام من كتر التفكير. كل ما تطلع من مشكلة تدخل في غيرها. انت مش مرتاح ونفسك تخرج من المشاكل دي. انت بعدت عن بعض الناس، مشيت. احذر من ست قريبة منك لانها عايزة تعمل لك مشكلة. في عندك ورقة مهمة في محكمة أو حاجة تخص المحكمة. في ناس حاسدينك، حاقدين عليك دايما، حتى لو انت مش معاك حاجة هما شايفين التراب اللي معاك دهب. في ناس بيحاولوا يلعبوا بيك وانت عارفهم، ومش هتحط في دماغك هيحاولوا يوقعوك، بس انت واقف قصادهم عموما. عندك انتقال من مرحلة لمرحلة احسن من اللي انت فيها. انت حريص وبتاخد احتياطاتك، بس انت في شخص في حياتك بيتحداك، واقف قصادك دايما، حاطط نفسه في مقارنة معاك، وكأنه بيقولك يا انا يا انت. هتاخد قرارات حاسمة في الموضوع ده، بس في هدية جايالك. او انت هتدي هدية لحد. حبيبك بيفكر فيك كتير جدا، يمكن طول الوقت ما بيبطلش تفكير فيك، وقلقان وخايف من حاجات كتير جدا. بيحاول يخلي الطاقة من سلبية إلى إيجابية. مستعد يعمل لك أي حاجة أنت عاوزها، لأنه حاسس إنه مش هيلاقي زيك حاليا. بيحاول يعمل توازن في علاقتكم، لأن أنت بتحبه جدا وعملت عشانه حاجات كتير جدا، بس حبيبك مش حاسس بكده. انت متضايق منه لان انت شكيت فيه الايام اللي فاتت. عايزه اقولك ان حبيبك ما عملش حاجه، وانت من كتر حبك ليه وصلت للشكوك عموما. في طرف تالت، بس شريكك مش فارق معاه، وانت بس اللي مالي قلبه. بس انت حاسس ان في سر كبير، حبيبك مخبيه عنك، او مش عاوز يقولهولك. عارف كل ده ليه؟ لان في ناس اصلا حاسدينك، لانكم بتحبوا بعض بطريقة جميلة، حاسدينك بطريقة وحشة جدا. مريت بفترة صعبة جدا الايام اللي فاتت، لانك كشفت ناس قريبة منك على حقيقتها. طلعوا كدابين، ما عندهمش ضمير، بيكلموك وعارفينك بس عشان مصلحتهم، لكن لو مفيش مصلحة عليهم مش هيفكروا فيك اصلا. في حاجات مهمة جدا انت لازم تعرفها. انت في مشكلة كنت واقع فيها، مشكلة ما كنتش عارف هتطلع منها ازاي. انت ما كنتش عارف اصلا ايه سبب المشكلة دي او اللي انت وصلت له ده. كمان في حاجة مهمة لازم تعرفها وتاخد بالك وتحذر منها. في شخص بيتمنى لك نوايا سيئة. إيه بس ان شاء الله في انفراجة قوية الفترة اللي جاية. في شيء مهم، مشكلة كنت واقع فيها تخرج منها بكل سهولة. عندك نجاح. اهم حاجة في رجوع حبيب بقاله فترة مستني يرجع لك، ويرجع ليك مرة تانية. بالفعل هيبدأ يرجع، انت بقى اللي في ايدك القرار هترجع له ولا لا. انت متزن جدا. عدت عليك فترة مليانة ضغوطات ومشاكل. حاول تستفيد من الفرص اللي هتقابلك عشان تقدر على المنافسة بين صحابك في الشغل واللي داخلين معاك تحدي. هما فاكرين انكم في حرب، والتحدي ده هيخليكوا تحسوا بالتوتر. لان اصحاب البرج ده سواء البنت او الشاب، حاولوا تتجنبوا اي صدام، لان جو العمل مش محتاج المشاكل دي. بالنسبة لمش مرتبط، بتحس بانجذاب لشخص او زميل في العمل، لكن انت حاسس ان مزاجه بيتقلب من وقت للتاني. اوقات بيظهر لك اهتمامه بيكون واضح، واوقات بيتجاهلك. انت بقى النصيحة ليك، خليك هادي ومتزن، ما تظهرش اي مشاعر من ناحيتك انت، وسيبه او سيبه هو لغاية ما تعرف حقيقة مشاعره ناحيتك، وما تتعرضش لأي استغلال من ناحيته لو طلع نيته سيئة. خاصة ان الفترة اللي جاية ممكن يعترف لك شخص قريب منك جدا بحبه، بس انت هتحس بتوتر وقلق لانك مش شايل له اي حب او مشاعر، ولا بتحس تجاهه باي اهتمام، وهو منجذب جدا وسيم. ما تخليش الحب والمشاعر نقطة ضعفك، ولا يكون محور حياتك هو الحب. لازم يكون اهتمامك الاكبر لشغلك وحياتك الشخصية. طموحاتك واحلامك وامنياتك محتاجة المجهود مضاعف. ما تستسلمش لاوقات اليأس اللي بتمر عليك. خلي اهدافك واحلامك قدامك كده مهما حصل، لانهم اهم حاجة. كمان اكتر الاوقات بتحس بعسر هضم، وده بسبب الاكل بيكون مش مناسب لصحتك. اهتم بالاكل الاساسي زي الخضار والفاكهة والعصاير الطبيعية عشان تتجنب اي مشاكل صحية.
اتحكم في معدتك وما تزودش الحلويات. حاول تمشي على نظام غذائي صحي يساعدك على نزول الوزن، لانكم الفترة دي وزنكم زاد جدا، وده بسبب الحلويات والاكل الجاهز. ابعدوا عن حالة الخمول والكسل. بإذن الله في تغييرات إيجابية في حياتك بشكل عام، لأنكم من الشخصيات اللي بتصبر على الوضع اللي بتكون فيه، بس أوقات بتحس بالضيق، وخاصة لو اتعرضوا لظلم. بيكون الهدوء اللي بيتميزوا بيه هو أنسب حل لخروجهم من المشاكل اللي بيحطوا نفسهم فيها. استحملوا شوية عشان توصلوا لأهدافكم. ما تتكلموش مع حد عن مشاكلكم وأزماتكم، لأنه ممكن يستخدموها ضدكم. حاول تعمل خطة عشان تحقق حلمك وهدفك، واوعى تيأس لو عدى عليكم وقت ضعف او حزن. ده كله هيخلص وهينتهي بإذن الله تعالى. انت بتتميز بالطبيعة، بتعشق الرومانسية جدا. عقلك وحكمتك دايما بتتقدم في شغلك وبين صحابك. بتتعامل طول الوقت بضمير، ده كويس جدا ليك. لكن حاول تسيطر على اسلوب حبيبك، لانه ممكن يستغل الطيبة دي والضمير ده لصالحه. ممكن شخصيتك بتمتلك طاقة عالية جدا في أي نشاط، بيعكس ردود أفعالك بأنك مش تعبان أو مجهد. بس أنت لازم تكون حساس تجاه شريكك. بالنسبة للمرتبطين، خليك حريص من كلامك مع شريكك، عشان لو في مشكلة تقدروا تحلوها بإذن الله. محتاج للراحة والهدوء لفترة. حاول أنك تستجم أو اطلع لرحلة قصيرة. احترم شريكك قدام الناس، خليه ياخد وضعه مكانه، عشان تتجنبوا التدخلات واي محاولات لحد انه يوقع بينكم. وتحددوا المناقشات بتاعتكم ومواضيعكم من غير ما حد يعرف. وممكن كمان تاخد حبيبك وتروح اي مكان كويس للاستجمام، او تروحوا في جولة سياحية لأي مكان تستعيدوا فيها قصة حبكم من اول وجديد. حاول انك تبعد عن الناس المحيطة بيك، واي شخص بيظهر عليه الغيرة والحقد في عيونه قبل كلامه وافعاله. خبي عنهم خططك اللي انت هتنفذها. ما تخليش قصصك الشخصية على لسان حد او في اي مكان. اهم مميزاتك حب الحياة والانطلاق لأي هدف انت عايز تحققه. كمان شخصيتك بتحب الحياة جدا، عايز تتقدم في حياتك طول الوقت. وشغلك هو هوايتك المفضلة، بتعرف تنجح جدا فيه. خليك ايجابي ناحية تطلعاتك العملية، واوعى تتشائم لو اتصدمت او اتحطيت في موقف مؤذي. ما تركزش على الغلط، بص لقدام عشان تحقق اي حاجة انت عايزها وبتتمناها. كمان ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو انت مقصر معاه، لان طبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عايزه واللي بيخليه يحس بحبك ليه، هتلاقي منه رد فعل هيزعلك، وهتحس باحساس حزين جدا. مشاكلك في الشغل ما بتخلص، لانك اغلب الاوقات بتركز على الاسئلة والتفاصيل، وكده انت بتخلي المشاكل بتزيد. مفيش وقت للمشاكل، لازم تهتم بشغلك اكتر من كده، لانك الايام اللي جايه باذن الله على موعد مع مفاجآت كتيره. وخصوصا لازم تخلي بالك من صحتك، لان انت مهمل فيها الايام دي. حاول تعمل فحوصات وتحاليل شامله عشان تطمن على صحتك، لانك بتحس بالتعب والارهاق ووجع الظهر كتير الايام دي. واوعى تجازف بصحتك، ولازم تروح لدكتور. بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها، بس انت تتحكم فيها. ربنا هيرزقك بدل تعبك، وهيرضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. شخصيتك بتقدر الحب، وبتقدر كمان تخبي حزنك بسهولة جدا، وبتبتسم رغم ان عندك كمية كبيرة من الهم والحزن في قلبك. لكن عندك عقل موزون بيفكر بشكل كبير عشان توصل لحل مشاكلك وتحقيق أحلامك وطموحاتك، لان اهم حاجة في حياتك انك مخلص جدا في شغلك، وحكمتك وعقلك بيساعدك على تحقيق اي حاجة انت عاوزها. عندك صفات ايجابية كتيرة، منها انك بتقدر تشيل المسؤولية، بتقف في اي حاجة صعبة بتحلها، بس ما بتحبش ان حد يتحكم فيك باي شكل من الاشكال. شخصية كتومة جدا، وقليل لما تتكلم مع حد عن حياتك الشخصية. قابلت شخص من فترة قريبة، حسيت انه مميز. ادي لنفسك فرصة عشان تتعرف عليه كويس، واوعى تندفع في مشاعرك ولا تقوله عليها. خليك حريص معاه، ما تسمعش الكلام الناس اللي حواليك، لان انت صاحب القرار. بتحس بوجع في بطنك لانك بتاكل اكل مليان دهون، وده اللي مأثر عليك. امشي على نظام غذائي صحي عشان الموضوع ده ما يكبرش. وياريت تدرس امورك وفهمها كويس. فكر في قراراتك الاول، اتأكد منها بهدوء وصبر، واوعى تستعجل علشان ما تندمش.
وخليك حريص انك تستغل اي فرصة بتجيلك. استفيد منها بذكائك وثقتك في نفسك وطموحك وخططك لمستقبلك بشكل كويس. انت بتحب الخروج والسفر والمغامرات الجديدة، بتهتم بأهلك كويس جدا، بتحرص على انهم ينظموا وقتهم وأولوياتهم دايما، ولو قابلهم اي حاجة انت بتحلها. على طول انت بتحللهم المشاكل بسرعة. كان في خلاف بينك وبين شريكك من كام يوم، بس النهاردة اليوم مناسب عشان تروح تصالحه وتتكلم معاه وتنهي خلافاتكم، لان انت دايما عصبي ومتوتر، وده هيأثر على صحتك بشكل سلبي. اخلص منهم بالرياضة والتمارين او تمارين الاسترخاء قبل ما تبدأ يومك. وحاول تكتر من اكل الخضار والفاكهة لانها مفيدة جدا لصحتك. عندك حسد وعين وسحر قوي جدا من شخص قريب منك جدا، هدفه انه يفرق بينك وبين حبيبك، مخليك حاسس ببرود من ناحية حبيبك. الحسد والعين ده مقصود من واحدة ست وهي خبيثة بتحسد بطريقة وحشة، عينها صابتك وظهر عليك من الحالة النفسية اللي انت فيها والحزن اللي بيجيلك فجأة. كمان بيجيلك ضيق في صدرك، جسمك تعبك، بتحس بتقل في أكتافك، بتحلم أحلام وحشة وبتصحى متضايق، بتكون تعبان ومخنوق ودايما حاسس بالصداع، ساعات ما بتعرفش تنام من كتر التفكير وبتتردد في كلامك، بتتاوب كتير، دايما عصبي، بتتسرع من غير سبب، حياتك كلها متلخبطة، والموضوع ده مش هزار بجد. بالرغم من انك حنين بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل لك ده. بتكون قادر تحل مشاكل اي حد، بس بتيجي عند مشاكلك وما بتقدرش تحلها. بتحس انك مش عاوز تكلم حد وعايز تفضل لوحدك. عواطفك حلوة جدا وشعورك بالمسؤولية تجاه اي حد كويس جدا. بإذن الله ربنا هيفرجها عليك، واطلب من ربنا الفرج لانه من عند الله.